السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وفوز الأهلي على سموحة 3-1 في نص نهائي كأس مصر. مباراة كبيرة من الأهلي خصوصا في الشوط الأول، وعودة كهربا الفولت العالي اللي ولع الدنيا النهاردة. تمام. وموعد بقى في النهائي مع بيراميدز، وماتش نهائي كأس مصر هيبقى ماتش ليه موضوع خاص كده، وبقى ليه فوز خاص إن شاء الله، وفوز بطعم مختلف بعد الفوز على بيراميدز إن شاء الله في النهائي. متنساش بس اول حاجه تعملوا لايك للفيديو بتاعتنا، تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناه على اليوتيوب عشان نكمل معاكم. ويلا بينا نبدا في الكلام. بس خلينا نتكلم كده عن المباراه والحلاوه اللي شفناها في الشوط الاول، سواء من ده الفرقه كلها، سواء من السياسه اللي تبعها كوره في الماتش عامله ازاي، وخصوصا في انه يبدا بكهربا اول ماتش ليه بعد العوده، ويبدا بيه اساسي. اول حاجه الاهلي بدا بالتشكيله شفتها غريبه شويه، ان انا شفت في الملعب حمدي فتحي كمال شويه وبيزيد لقدام. كان عندك على الخط اليو ديانج ومحمد فخري وحمدي فتحي دول في نص الملعب، وكان قدامهم شحات وعبد قادر ومحمود كهربا. تمام. كل الفكره بقى معايا في حركه حمدي فتحي دي، لما شفته كتير مايل لقدام قبل ما يجيب الجون، حتى كان ليه تسديده برضو، عدد كان من جنب العارضه. كل الكلام ده جديد شويه، يعني الماتشات اللي فاتت، الماتش اللي فات واللي قبله ما شفناهوش، شفنا الماتش ده. فده اول حاجه هاي كور على المباراه بدا بيها، رجع يلعب ضغط عالي لما شاف عنده بعض الادوات المتاحه ممكن يلعب بيها قدام خصم درسه كويس، فشاف ان هو الحل الانسب ليه هو يضغط عليه من قدام كويس. زاد السرعات اللي عندك اللي استغلتها، سواء من عبد القادر وكهربا مش سريع قوي، ولكن حسين الشحات وخصوصا طبعا علي معلول على ناحيه الشمال زي ما شفنا، ومحمد هاني انطلاقاته النهارده عمل ماتش كويس، سواء من واجب دفاعي وواجب هجومي. اول جول ومحمود كهربا من على اليمين وبيحاول يسددها طبعا، فعدت كده من تحت لهاني سليمان وبيسجل احمد عبد القادر الهدف الاول. طبعا اللي حصل لهاني سليمان بعد الجول الثاني برضو بيجي بيشوط الكوره، والكوره برضو ايه كهربا بيسندها كده لحمدي فتحي حلو، وحمدي فتحي بيسدد وبتخش وتعدي من الهاني سليمان. طبعا هو خلاص كده هاني سليمان الماتش مات كلينيكيه، وهاني سليمان نفسه خلاص، ده بسبب الضغط اللي هو حاطه على نفسه. عاد جمهور الاهلي بكل بساطه يا باشا جاي ينزل لي بوست امبارح القاكم غدا وبتاع وانتظروني والكلام ده كله، الهري اللي هو كان بيهريه ده، وما استحملش الجمهور في الملعب. واول الماتش جون كرة معدت تحت رجله، بعدها بيدوب جون تاني، هو خلاص مبقاش شايف قدامه حرفيا. بس فاتسحب يا باشا وطلعه وقال لك ايه هنزل بحد تاني. نزل عمر صلاح في الشوط الاول برضو، ولكن كهربا بيختم الكرة بقى حلوة من حسين الشحات، ده اللي بتكلم عليه في المنتديات كويس. يعني انا كنت تضغط من التلت التاني في الملعب، بتبدا خلاص تضغط، مش التلت اللي قدام خالص قدام ال 18 بتاعهم، لا كن متاخر شويه عند التلت اللي في التاني في الملعب، ده اللي انت تضغط منه وبتستخلص الكرة كويس، بتشكل خطورة بشكل اسرع واكبر. وعندك حسين الشحات راح بالكرة حلو ولعبها حلوة قوي وسندها، وكان ممكن يشوط لو في يعني لو حد تاني كان مكانه كان ممكن يشوطها، لكن حب يضمنها، حب برضه يسند بيها الكهربا، فلعبها باص لكهربا حلو، الكهربا حطها فوق عمر صلاح حلوة قوي جدا. مبروك على عودة الكهربا، مبروك على الشياط اللي بيحصل هناك. ايوه مبروك على الشياط اللي بيحصل هناك. الناس كان مستنيه يقول لك كهربا خلاص مش هيلعب كرة تاني، لا يا باشا بيرجع وبيسجل ويصنع هدفين ويبقى نجم المباراة وراجل المباراة. وهو فعلا اكتر حد عمل اكتر يعني حد متميز كان في المباراه النهارده كان محمود كهربا، طبعا بجانب بعض لعيبه كتير النهارده كانت مميزه، وفي لعيبه كانت مختفيه. هتقولي زي مين؟ هقول لك اللعيبه اللي نزل كمان كان مختفي، يعني هو ما عملوش حاجه جديده. آه رامي ربيعه بسبب اللي حصل برضه في اخر المباراه، البي داخل يعني في ضربه جزاء غريبه جدا، انت خلاص عامل كسبان تلاته، سيبه هيروح مش هيعمل بيها حاجه، والله انا عارف مش هيعمل بيها حاجه، لكن عمل كده ضربة جزاء او لبسه ضربة جزاء، وهو سواء كان اصل حسام حسن راح عليه هو في الحالتين تاكلين غبي اصلا في مكان غبي، فملوش اي لازمه حرفيا. الجزاء كان مقفول عليه وكانش نواف، فهو لعبها حد لعبها بالعرض، فهتلاقي في مدافع معاه، ممكن تلاقي الكوره ما راحتش لحد بكل بساطه، يعني ما هو اهم حد تيجي جول، ما خلاص ما كده كده جاي جول، فمالهاش لازمه ضربه الجزاء، انت بتاكد بتدي النسبه اكبر انها تدخل الجول. رامي ربيعه غلطاته وفواته دي اللي انا ما بحبهاش. طيب جه الشوط التاني الريتم شفناه نزل، مش طبعا مش نفس الريتم والمستوى بتاع الشوط الاول، طبيعي انك داخل على الماتش الجاي وعايز تأدي اللعيبه، ملهاش لازمه خلاص انت كسبان ثلاثه. شفنا محمود كهربا راح بالكره ضيعها الهدف الرابع، دي
راح كده قدام الجون كده وحاول يعدي من الجون، بعد كده رجع، بعد كده شاطها في جسم الحارس. اللي نزلوا طبعا قفشه نزل ما عملش حاجه كالعاده يعني، وبرضه نفس البساط بتاعته وكل حاجه. جرب بقى الصفقات الجديده، نزل خالد فتاح، نزل مروان عطيه، نزل نزل من كريستو، بان عليه سريع وفيه مهاره، لكن عايزين نشوف قدام، لسه مش عايز احكم على اي حد من الصفقات الجديده دلوقتي خالص خالص. اي حكم ملوش اي اساس من الصحه ولا ليه اي ولا ليه اي لازمه اساسا، لسه هنشوف دلوقتي الفتره الجايه. طبعا هو بيجهز اللاعيبه للماتش الجاي بتاعته عشان ماتش الزمالك اللي جاي في الدوري برضو، ف حتى يقف على 2 3 كده، ممكن ايه لو حصل اي حاجه يبقى عندك خيارات عندك اكتر، تستفاد من الصفقات الجديده اللي هي دخلت بيها. حمدي فتحي خرج مصاب، اتمنى تكون اصابه خفيفه ما تاثرش. حمدي فتحي كان من نجوم المباراه النهارده، خصوصا في الزياده الهجوميه اللي كان عاملها، كان عامل زياده وكان ليه تاثير هجومي سواء بالتسديد بتاعه والباصات بتاعته برده كويسه كانت قدام. وكان في حتى بعد كده، لكن اخر الشوط الاول بدا يرجع خلاص، او بدايه من الشوط الثاني بدا يرجع خلاص لورا كده شويه، خصوصا بعد الحوار الاصابه اللي محسش شد ما بيزيدش كتير، وبدا خلاص يتراجع في الحته في نص ملعبنا، وخلاص كده كسبان 3 يعني. بعد كده شفنا التغييرات اللي قلنا نزلت شادي حسين، مش عارف طب ايه، انت محمد شريف الاتنين حرفيا زي بعض، يعني ما فيش اي اختلاف ما بينكم. يعني انا قلت شادي حسين وقلت هيبقى فيه الرمق شويه وبتاع الحاجات اللي كان بيجي مع كليوباترا، مع سيراميكا كليوباترا، معلش عشان بس الاسامي ما فين يعني. في كوره جات له النهارده، انا فاكر لو في سيراميكا بيحط زي في سيراميكا بركنه الناحيه التانية حلو، النهارده حطها في جسم الجون خلاص مش اي حاجه. فايه يعني، هو كهربا هيلعب اساسي الفتره الجايه شكلها كده، وانا عارف كهربا والنشوه وبتاع ورجع ونار بقى بيطلع لنا بيقول بيلعب كل الحماس، لكن اكيد مش هو هيبقى. انا عارف، انا بقول لك ايه، اتمنى طبعا يكون يكمل الفورمه بتاعته دي اللي جاي بيها وبادئ بيها، خصوصا في ماتش الجاي قدام الزمالك كمان. لو يا لهوي يلا يحصل ايه ده كمان، نستنى بس نشوف. بس دي احلى كومباك للاعب يقول لك مبطل كوره رجع في اول ماتش ليه يا باشا، واول شوط ليه في اول 10 دقايق كان جايب، عمل اسيستين وبعدها بشويه جاب الجون في اول شوط، شغل عالي شياط اقسم بالله. بعد كده هنشوف بس ايه، مش عارف شاد حسين اللي عمل ده ايه، بس خلينا نستنى ونشوف ونشوف الماتش الجاي. متنسوش تعملوا لايك للبيج بتاعتنا وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، تعملوا لايك للفيديو.